أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين ومتابعي برنامج سبورتينا. حلقة جديدة، وعودناكم دائما البداية بتكون بالأخبار، والمرة دي أخبارنا كلها محلية، ما عندنا لكم أخبار عالمية. الخبر الأول عندنا المريخ اختار ملعب شهداء بنينا، وده من الملاعب الكبيرة جدا في ليبيا، ودائما متعودين عليه كجماهير الكرة السودانية بتكون موجودة بكثافة في هذا الملعب. كل الأمنيات الطيبة للمريخ أنه يكون عند الموعد في المباريات الإفريقية في هذا الملعب، ملعب بنينا. ده الخبر الأول. الخبر الثاني عندنا العلاج استقبل المدرب الكبير ريجا كامب، مدرب روماني، وبالتأكيد الهلال اتجه إلى المدرسة الأوروبية، وأنا أعتقد أنه عودة الهلال المدرسة الأوروبية إن شاء الله حيكون في حلول كبيرة جدا على المستوى التكتيكي بالنسبة للهلال. صحيح في بعض الملاحظات على هذا المدرب من جماهير الترجي التونسي، هو كان آخر مدرب لهذا الفريق، ما كانت راضية عن عمل هذا المدرب وأداؤه التكتيكي بالنسبة للترجي، لكن ده بالطبع ما بالضرورة يكون نفس الأداء ونفس التكتيك اللي حيلعب به مع فريق الهلال. الرجال كان مدرب كبير جدا، أحرز بطولات عديدة جدا في رومانيا، بطولة الدوري أكثر من مرة، وأيضا مع الوحدة السعودي او الوحده عفوا الاماراتي احرز بطوله الدوري وايضا بطوله الكاس. اذا هو مدرب كبير جدا، لكن اتمنى انه من مجلس اداره الهلال يتابع هذا المدرب. يعني الامنيات انه المراجعه تكون بالمباريات، يعني مباراه بعد مباراه. اذا هناك خلل في الاداء يجب مراجعته مع هذا المدرب. المنتخب الوطني رغم النتيجة الغير مرضية بالنسبة لجماهير الكرة السودانية، صحيح هي نتيجة التعادل، ولكن المدرب أبياء متفائل جدا إن شاء الله بمباراة نيجيريا، ودي المباراة الحاسمة بالنسبة للمنتخب، وكل الأمنيات إن شاء الله المنتخب يحقق فيها نتيجة طيبة. الفوز على نيجيريا بتعني إن شاء الله نحن وصلنا إلى الدور الثاني في بطولة المحليين، وده مهم جدا. ايضا الكابتن عمر بخيت مدرب لفريق الفلاح عطبره، وعمر يخطب اصابات في مجال التدريب، وهو من المدربين الشباب المميزين، خالد بخيت في الهلال وعمر بخيت في الفلاح كسلا. زي ما ذكرت انا في التقدمه انه المريخ اختار ملعب شهداء بنينا. اسعد جدا يكون معي عبر التليفون الصحفي ناصر بابكر، الصحفي المريخي، عشان ما نتكلم عن هذا الاختيار. اهلا وسهلا ومرحبا بك ناصر. مرحب بك الاستاذ محمد معني، ومرحب بكل مشاهدي سبورتينا ومشاهدي قناه الدرغاء. المريخ اختار ملعب شهداء بنينا، وانا ذكرت انه من الملاعب الكبيره والملاعب اللي بيتفاعل بها جماهير الكره السودانيه بشكل عام. يعني شفنا المنتخب دائما بيكون متواجد في هذا الملعب. كلمنا شويه عن اختيار المريخ لملعب شهداء بنينا، ولماذا اختار المريخ بالتحديد هذا الملعب؟ حقيقه يمكن زي ما ذكرت يا استاذ محمد معني، ملعب شهداء بنينا منذ يعني حتى ما قبل الحرب، لما كان الكره السودانيه بتعاني من المشكله بتاعت اجازه الملاعب للادوار المتقدمه اعتبارا من مرحله المجموعات، بات ملعب بنينا وجهه مفضله للانديه والمنتخبات السودانيه. آه، بالنسبه ل يعني العامل الجماهيري اللي هو كان مؤثر جدا بالنسبه للانديه السودانيه في دوري الابطال في الكونفدراليه، حتى بالنسبه للمنتخب معروف انه في بنغازي في يعني جاليه سودانيه كبيره جدا، وازدادت بشكل اكبر بعد الحرب. شفنا يعني المباريات الادان المريخ او حتى الهلال او المنتخبات الوطنيه في ملعب شهداء بنينا، يعني كانها بتلعب في مدرمان، الملعب بيكون ممتلئ عن اخره بالجماهير. الانديه والمنتخبات لما تلعب في شهداء بنينا قاعد تحظى بدعم جماهيري كبير جدا، دعم جماهيري مقدر، واعتادت الان يعني كل الانديه السودانيه والمنتخبات اعتادت على ملعب شهداء بنينا. فهو خيار كان متوقع انه يكون الخيار الاول بالنسبه للمريخ، اللي الان طبعا بيعاني من مشكله بتاعت فراغ اداري بيدار الان عبر المدير العام والاداره التنفيذيه للنادي، بالاضافه للجنه الحوكمه لحين يعني سد الفراغ الاداري. الخطوه كانت متوقعه حتى في ظل وجود مجلس اداره، كان متوقع انه ملعب شهداء بنينا يكون هو الخيار الاول، لانه اغلب الخيارات الثانيه تكون في بعض العوائق اللي بتجعل منها يعني
يعني بعض المشاكل بالنسبه للانديه او حتى المنتخبات اللي بتفضل دائما في المراحل التمهيديه بالذات وجود الجمهور بيكون دافع قوي جدا على امل انه الناس تقدر تتخطى البدايات وصولا لمرحله المجموعات. ناصر برضو يا ريت لو نتكلم شويه بالتاكيد جماهير المريخ منتظره تتعرف على مجلس الاداره الجديد يعني. حتى الان الرؤيه شكلها ماشي وين يعني؟ هل حيكون في مجلس توافقي من العديد من رؤساء الانديه زي ما شفنا ابو جيبين، جمال الوالي، حازم، ولا في وجه جديد حيكون ان شاء الله هو رئيس لنادي المريخ؟ حقيقة حتى الآن يا أستاذ محمد معني رغم مرور أسبوع على استقالة مجلس الإدارة، لكن ما زال الرؤية بشأن مجلس الإدارة الجديد ضبابية لوجود عدة تيارات في مجتمع المريخ. في تيار بيتحرك في اتجاه تكوين لجنة تسيير. معروف إن المريخ بيعاني من المشكلة بتاعت مركز قانوني والازدواجية بتاع السلطة مستمرة منذ 4 سنوات. الآن في مبادرات كثيرة جدا تحركت في اتجاه توحيد المركز القانوني ده والوصول الى مجلس توافقي، والحراك ده تم منذ يعني بدا له منذ استقاله المجلس، ما زال متواصل، لقى دعم كبير وترحيب سواء من تجمع اللجان المنتخبه في مسار المورده او مجلس الاداره اللي بيقود ادم سوداكات في مسار الاستاد. شفنا امبارح برضه بيان من الرئيس الاسبق القنصل الحازم مصطفى مرحب بدون اي شروط مسبقه، بالاضافه لدعم من تيارات كثيره جدا في المريخ جماهيريه، وحتى قدام اللاعبين قبل ساعات اصدروا بيان برضه هم يعني في دعم كبير لتيار التوافق. لكن مع ذلك برضه في حراك مع الدوله من بعض رموز واقطاب المريخ انه يتم تكوين لجنه تسيير عبر لجنه الانتخابات. الرؤيه حتى الان ما واضحه ياتي واحد من التيارين هو اللي ممكن تنتهي عليه الازمه الاداريه بتاعت الفراغ الاداري في نادي المريخ. شفنا لجنه مبادره الوفاق اصدرت بيان برضه بالامس واكدت انها حتنتقل للمرحله التاليه في المبادره، واللي هي مناقشه تفاصيل خارطه الطريق للحل التوافقي بين المسارين اللي هو مسار المورده ومسار الاستاد في توحيد المركز القانوني نادي المريخ وتشكيل مجلس اداره توافقي. تبقى الكره بعد في ملعب المسؤولين في المسارين، ومهم جدا مراعاه عامل الزمن لانه يعني يوم السبت حيكون قرعه المراحل التمهيديه دوري ابطال افريقيا حتنطلق منتصف شهر سبتمبر المقبل، بالاضافه لانه التسجيلات برضه الرئيسيه حتنطلق يوم السبت 9 من اغسطس، وبالتالي المريخ الان في سباق مع الزمن ووضعه لا يحتمل الفراغ الاداري اكثر من كده، خصوصا انه في التزامات كثيره جدا يعني ترك المجلس المستقيل منها رواتب لاعبين ورواتب جهاز فني وقضايا معلقه لاجانب سواء مدربين او اجهزه فنيه. فبالتالي النادي يحتاج لمجلس اداره باسرع ما يمكن، ومهم انه المسؤولين يراعوا لعامل الزمن في مساله تكوين مجلس اداره جديد. ناصر، بالنسبه للمدرب شوقي غريب حيكون مستمر مع المريخ ولا في يعني تغيير بالنسبه للجهاز الفني بالنسبه للمريخ؟ والله كل المؤشرات بتشير انه الفريق غالبا يعني حيدخل الموسم الجديد بطاقم فني جديد. شوقي غريب يمكن الحاجه اللي اخرت اغاثته في اخر اجتماع لمجلس الاداره قبل استغاثته انه عنده بعض المستحقات الماليه المتاخره، ويعني في معلومه مؤكده برضه يعني مجلس الاداره الاستغال مؤخرا كان اتفق مع المدرب الجزائري خير الدين مضوي وعلى اغلب بنود العقد، لكن بعد ذلك اتت الاستغاثه ووقفت الخطوه، وبالتالي يعني المريخ حتى بالمجلس الاستغاث كان في طريقه انه يعني لاغاثه الجهاز الفني المصري تعيين طاقم فني جديد. متوقع انه اي مجلس اداري يجي سواء لجنه تسيير او مجلس توافقي انه يعني من واحده من اول الخطوات تكون التعاقد مع طاقم فني جديد. اخيرا بالنسبه للتسجيلات المريخ، التسجيلات على الابواب، انا بتكلم واتحدث عن على مستوى المحترفين. يا ريت لو في بعض الاسماء اللي هي حتنضم للمريخ، وبرضه عايزين نشوف موقف موسى كانتي من التجديد بالنسبه لفريق المريخ، هو تقريبا عقده حتى شهر 4. يا ريت نتحدث عن هذه المواضيع. دي واحده دي من الحاجات برضه يعني سواء ملف اللاعبين العقود مشارفت على النهايه ومنهم موسى كانتي، بالاضافه لملف التسجيلات سواء لاعبين محليين او اجانب، دي كلها ملفات من الملفات المعلقه تنتظر وجود
مجلس اداره للدعم المالي، لكن المريخ عنده لجنه كره ما زالت مستمره، هي رصدت مجموعه من اللاعبين وطنيين واجانب. واحده من المشاكل اللي بيعانيها المريخ في الفتره الاخيره بسبب الفراغ الاداري وقبل يعني عجز مجلس الاداره عن تسيير الامور، انه في زي 3 أو 4 لاعبين من الاسماء كانت مرشحه من لجنه الكوره او لجنه التعاقدات لانها تنضم لكشوفات المريخ في التسجيلات الجايه، الان انتقلت لانديه اخرى. يعني في النهايه اللاعبين ما حينتظروا، التسجيلات شغاله في اغلب دول افريقيا وفي اغلب دول العالم، فتره التسجيلات شغاله، فاللاعبين دي كثار منهم انتقلوا. ما زال في خيارات موجوده ان لجنه الكوره، لكن كلها متوقفه في انتظار وجود مجلس اداره جديد لتبدا المفاوضات ومن ثم توقيع العقودات. شكرا ناصر بابكر الصحفي المريخ، كنت ضيف على برنامج سبورتينا. شكرا لك. شكرا استاذ محمد معني، شكرا لكل مشاهدي سبورتين. الخبر الأخير عندنا المنتخب الوطني الجهاز الفني وإداري استدعوا اللاعبين معاذ البخاخ وخاطر لاعبي الأهلي مدني. بالتأكيد هم حيكونوا بدلاء أو هم بالأحرى حيكونوا في مواقع اللاعبين المصابين محمد عبد الرحمن وأيضا عجب. دي كانت أخبارنا لهذا اليوم من برنامج سبورتينا. فاصل ونستكمل معكم هذه الحلقة. المنتخب الوطني للمحليين نتيجة يعني غير مرضية بالنسبة لجماهير الكرة السودانية. صحيح التعادل ما كان يعني الأفضل بالنسبة للمنتخب، كان بالإمكان أفضل ما كان. الناس كانت تبحث عن الانتصار. تعادل يمكن في زمن قاتل جدا بخطأ دفاعي يحدث يعني دائما في كرة القدم من اللاعب الكبير الطيب عبد الرازق. نقول لك خلي بالك إن شاء الله في المباريات القادمة. أسعد جدا يكون معي ضيف كابتن ولاعب كبير جدا للهلال المنتخب الوطني، كابتن هيثم كمال. مرحبا بك كابتن. مرحب بك أستاذ معلي، ومرحب مرة ثانية أطيل عليكم قناة الزرقاء وعلى كل الكرو الموجود بالقناة. إن شاء الله نكون خفيفين ونقدر نوصل ما حصل في المباراة إن شاء الله. تعادل كان مخيب للآمال؟ والله يا أخي ما دام تركت لي الفرصة يا أستاذ، أنا أول حاجة أنا بجد يعني بهني حتى الاتحادات، الاتحاد العام، إنه في زمن وجيز وفي ظل الظروف كل الناس بيعلم بها، إنه قدر المنتخب أو الجهاز الفني بالتحديد إنه في زمن قصير جدا، ما أظن أكثر من 3 تمارين، انه يلم اللاعبين ويجهزهم يعني ماتش انا بعتبره ما كان سهل، لكن اي مباراه طبعا واي ماتش عنده ظروفه. فانا والله بهنيهم لانهم قدموا اداء بجد. يعني انا مجرد راي او لاعب سابق، لكن حقيقه انا يعني الناس دي يعني انا اول مره اشاهد انه منتخب السودان بيلعب كوره مرحله كامله ما يعني الشوط الاول بالذات. حقيقه الجهاز الفني يعني انا بهنيه اكثر لانه قدر يلعب او مع يعني اللاعب الوطني بالطريقه النفسيه للاعب. تفتكر انه كان الجانب النفسي هو يعني كان هو السبب المباشر طبعا في الاداء اللي انت شفته ده؟ طبعا انا عرفت قياسا على التحضيرات اللي يمكن ما كانت بالشكل المطلوب. شكل الاداء هو كان جانب نفسي كبير. يعني كل اللاعبين الموجودين هم اللي بيلعبوا في الانديه وكانوا جاهزين، يعني حتى الدوريات. يعني انا بقول لك بشكر الاتحاد ليه، لانه خلى الانديه انها تجهز، لانه في منتخب وفي تاهيل وفي بطوله، فلازم الناس كلها تتكاتف مع بعض. اما الجهاز الفني يعني ما قصر، حتى التشكيل بتاع اللاعبين كان تحسبه. قلت لك يعني انا لاول مره اشاهد انه الكوره من حارس المرمى ابوجا لحد الدفاع. حاجه اتكلم بعدين على الخطا بتاع طيب خلينا نشوف اختيارات كواسي ابيع لهذه المباراه. انت شايفها كانت الافضل بالنسبه للمنتخب على ضوء الكليه المنتخب اللي هو اختاره؟ يعني من حراس المرمى من ابوجا، يمكن احمد بيتر هو كان دائما بيكون حارس المنتخب للمحليين، ابوجا وخط الدفاع طيب عبد الرازق
جوباكو، مازن، واللاعب الظهير الايسر فارس ووسط الملعب، شايف دي الاختيارات كانت هي الافضل؟ والله يعني ما اظن كان في احسن من الاختيارات دي، لانه دي اكثر اللاعبين هم اللاعبين البطوله الافريقيه كان يعني مشاركين، حتى الدوريات برا كانوا مشاركين يعني. ف زي ما قلت لك هو لعب على العامل النفسي اكثر حاجه، وخلي اللاعب ياخذ راحته في الميدان، وده الساعد يعني بالذات خط الدفاع انا اشيد بيه جدا رغم اللي حصل. النتيجه دي اصلا توفيق من رب العالمين، لكن انت بتقدم اللي عليك. يعني انا متاكد الجمهور رغم استياء لانه التعادل او الخطا اللي حصل ده، انا متاكد يعني حيكونوا مبسوطين جدا انه كره السودان اتغيرت. انا واحد من اللاعبين انه الكوتش هيبي ده انا شاركت عليه، وانه لو ودوه راحته ودوه البيئه بتاعته والله شكل الكوره حيتغير. فعلا ده اللي حصل. كنت قريب منه، بوصفك انك انت من ابناء الخرطوم اثنين، يعني صحيح انت لاعب الخرطوم ثلاثه عفوا. فكنت عارفه هو بيعمل في شنو من بداياته؟ بحضر التمارين بتاعته في نادي الأسرة، فكنت عارف انه مدرب شاطر جدا جدا، حتى مع المنتخب جاذبت الحاجه دي يعني ما حاجه من فراغ. فكنت انا متاكد حاشوف انه تغيير الكوره انا منتخب السودان قلت لك اول مره والله يا استاذ معني يعني اكون مبسوط مرتاح جدا ليه؟ لانه قاعد اشاهد كوره بتطلع بطريقه منتظمه لعمق الميدان لاطراف الميدان. خلينا نشوف طيب طريقه اللعب اللي بدا بها كويس يا ريت نتكلم عنها من جانب فني. هل هي 4-3-3 بمشتقاتها؟ الطريقه اللي بدا بها المباراه. انا بالنسبه لي كمشاهد ولاعب سابق وكنت بتفرج المباراه، انا شفت خطتين 4-3-3 في حاله انه يعني الكوره يعني يكون عنده استحواذ، وده ساعدنا اكثر انه نكون في نص الميدان مستحوذين، بانه هو بيلعب 4-3-3 ومره طوالي كان بتكون 4-2-2-2 يعني ما في فرق. يعني عبد الرؤوف ده كان هو وصلاح عادل يعني هم اللي بيلموا، واحد بالشمال واحد باليمين عبد الرؤوف، لكن هو اللي بيكمل مع المهاجمين. فالخطه اللي لعبها دي انا زي ما قلت لك قبل عامل نفسي، دي الخطه اللي بيلعبوا بها الانديه هسه في البطوله الافريقيه، انه يعني دائما انت بتشتغل ما ده ماتش انت يا دوب ده بتتفرج على الفريق يعني داخل الميدان شكله حيتغير ما حيتغير، في عوامل كثيره. لكن الحاجه اللي قلت لك هتكلم من جانبنا بانه منتخب السودان كان لاعب كوره بمرحله بدون اي انزعاج، وحتى الخطه انا متاكد انها هي بس تعبتهم الشوط الثاني يعني اللياقه البدنيه قلت يعني. طيب 4-3-3 في اي وقت من المباراه كان يعني بيلعبها او بتكون الطريقه أيوة. هي 4-3 و200 كان بتكون 4-2-2 زي ما انت ذكرت. بتكون في حاله انه الكوره لما تكون يعني مستحوذ عليها انت من ورا عشان تقدر تريح المدافع. يعني ناصر الطيب عبد الرازق عشان يرتاحوا لاول مره قلت لك بيلعبوا الباص عرضي بيمشي، بينزل لاعب لازم من الوسط، عبد الرؤوف صلاح عادل او بوجا صلاح عادل، عبد الرؤوف قدامه معاه مازن، فكانتي وعلي ذاتهم كانوا بينزلوا عليهم يعني ما في يعني ما في مساحه فاضيه. ايوه ده الشيء ساعدهم اكثر. بعدين ما شاء الله عليهم يعني انا دي حاجه يعني والله استكبرتها فيه، انه الروح كانت بكل ريحه الناس لاعبين وبيحبوا. وازيدك يعني اكثر بانه الهدف اللي جابه كانتي كان اصرار بتاع لاعب يعني انه داير ينفذ حاجه ويكملها للنهايه، لدرجه انه شات وما مشى بعيد وتابع الكوره وكان اصرار لازم يدخلها. نحن الان معانا الهدف، لكن احنا عايزين نشوف بدايه الهدف والاسيست الرائع من اللاعب الكبير جدا عبد الرؤوف. انت لعاب خالص يعني. نشوف الرؤيه عن عبد الرؤوف دائما يعني الود ده الكوره سهله عنده ما في تعب يا كابتن هيثم. 1 2 عبد الرؤوف ده انا ما بعرفه سمعت به في الكوره لكن حبيته جدا لانه دي موهبه ربنا بجد جاب لنا هسي عشان نستمتع معاه، ما عشان الهلال والله. انا بتكلم عن عبد الرؤوف كلاعب، حتى هو لما يخش الميدان بحس انه داير يمتع نفسه حمتع الجمهور. دي ما فيها 2 3 بيقدم النفس. هي نعم لسه يعني انا بس دي الحاجه لما نبقى خبره لقدام حيلاحظ الحاجه اللي هي شنو النصيحه اللي هو تقسيم النفس. يعني هو بيجري بنفسه كامل في لحظه ممكن يقف بحيث انه داير يقدم
فهو لازم يعني دي حاجه طبعا متروكه له، لكن انا حقيقه والله مبسوط جدا منه، لانه بجد ما للهلال وللمريخ للمنتخب عندنا لاعب. يعني انا دائما لما اتفرج فيه، ولاول مره حقول الكلام ده ويسامحني لو في حاجه، لكن لاول مره انا اشوف سامع عز الدين بالكربون رحمه الله عليه في الكابتن عبد يا الرؤوف. سلام. الاسيست من عبد الرؤوف لمازن فضل. مازن كان عنده يعني الفرصه انه يحرز الهدف مباشره، ولا كانت الزاويه ضيقه وهو المره العرضيه؟ الافضل كان شنو؟ هو العمل، ولا الافضل كان انه يتوجه مباشره ناحيه المرمى؟ والله انا العمل في الاول ما هو بس يعني ما ربنا ما رد، لكن هي التنفيذ الاول الفكره الاولى كانت هي صحيحه يعني. فانا زي ما قلت لك، بس انه الحاجه اللي كانت كويسه ما بتحس انه في لاعب واقف. الشوط الاول بالذات احنا مستحوذين في الوسط، في الدفاع بنطلع الكره بكل اريحيه، يعني بيلعبوا باصات وبيتبادلوا الخانات وبيشيلوا بعض بيساعدوا بعض. لعيبه الوسط كانوا بينزلوا لهم، عشان كده ما كان في جاب بيناتهم، يعني بوجبا وصلاح عادل كانوا كلهم شغالين. بيدوا عبد الرؤوف راحته انه هو الوحيد طبعا الموزع. عبد الرؤوف كان حر، ما كان عنده مهام محدده من كواسي ابيع. كان حر من نص الميدان. انا متاكد المدرب حيكون يتعامل معه بالحاجه دي على حسب رؤيته. ما كان عنده مهام دفاعيه؟ لا. هو بالمناسبه المهام الدفاعيه عبد الرؤوف بالذات بينفذها هو، يعني هو اللي بيمشي بسك اللاعب بحيث انه عنده غيره داير يقطع الكوره ويرجع. لكن كمهام انا متاكد المدرب الليله في صلاح عادل وفي بوجبا ديل ما كفايه، انا ممكن اخليهم يسندوا. نشوف طيب هدف المنتخب الكونغولي القاتل يعني. وهل الخطا ده خطا طيب عبد الرازق، ولا هو خطا وارث في كره القدم؟ لكن برضه عايزين نشوف نحن كررت في الكره السودانيه يمكن الاهداف القاتله في الزمن القاتل، هل ده نتاج للشرود الذهني ولا المشكله وين؟ يعني انت يعني طيب عبد الرازق كان عنده حلول كثيره، احنا بيقول لك يا كابتن طيب برا المدرب زي ما رابطك ورك لك بيقول لك شتتها الكلمه طفشها. ايوه ما ده مسألة عندنا، لكن الكوره تطورت. لكن والله انا رساله عبركم برسلها للكابتن الطيب، الكوره مبنيه على الخطا. مهما تكون انت لاعب كوره ممكن تغلط غلط بسيط يعني يطلع لك عيوبك. هو اي نعم يتاخر وفكر مرتين هل يطلع ولا يلعب باص. يعني انا تمنيت يعني مع ان الحاجه دي ما شفتها اثناء المباراه كلها، او قباله بدقيقتين نفس اللعبه دي ذاتها جات شارده غلط، لكن كان عارف انه حيمشي فوق مفكر صح، ثبت وطلع. اما الخطا ده هو محسوب عليه انه لازم يكون خطا في تفكير. لكن حتى لما اتقطعت الكره منه كان في محاوله ثانيه انه ممكن تطلع. افتكر المدافع طلعها مازن اخذ طلعها. انا بعتبر ان دي 13% بلا مجهود. الزول ده جاري لقى الكوره قدامه ما تعب فيها يعني في متابعه يعني. بس انه لو في لاعب متابع. طيب انت مدافع والحته دي كثير جدا تعرضت فيها للموقف ده عند الضغط العالي من الخصم وعدم وجود حلول، يعني انت ما لقيت زميل قريب لك. الاسلم كان بالنسبه للطيب عبد الرازق في الحته دي يعمل شو؟ الله على طول الله بس الله ده لو بس احنا لو عرفنا هو مهم قدر شنو الخط ده صديقانا. ما لقيت زول بطلع انا كلاعب برا، اطلع برا عشان اريح اللعيبه ذاتهم يرجعوا براحتهم. لكن والله انا بقول له بس يعني معلش في النهايه اخطاء، شد حيلك ونحن راجعين لسه يعني قدامنا كوره جايه، والحمد لله في قاب كويس اسبوع ممكن يجهزوها فيهم. نحن فقدنا والله اعمده اساسيه يعني محمد عبد الرحمن ورمضان العجب وإيرين، أعمدة أساسية للمدرب ولينا للمنتخب السوداني. لكن ياسر مزمل وجوده مهم في مباراة نيجيريا. احنا عندنا مباراة مهمة جدا اللي هي مباراة أنا دائما بقول هي المباراة المفصلية بالنسبة لنا. نحتاج لسرعات في المباراة دي، محتاج نخلص على المنتخب النيجيري بحيث إنه يعني حظوظنا تكون أوفر. في متابعة طبعا للمنتخب النيجيري، بس أنا دائما يعني حتى يوم كنت لاعب كان عندنا الحاجة دي، يعني بقول لك دائما فكر في انك انت حتقدم شنو. ما تفكر انه التيم ده لا بيلعب بخطه انا اقفل خطتي عليه، لا انا برضه عندي يعني ربنا اداني لياقه واداني عقليه انه انا اقدر برضه ادخل فيك. بس
خلاص حاجه واحده، ما في استهوان، يتعاملوا مع المباراه بجديه تامه، يقفلوا الفايل بتاع المباراه اللي فاتت اللي هو المباراه اللي هسه بنحلل فيها تماما، يعينوا الاخطاء اللي شيلها هنا. وانا متاكد ما بيحتاج لانه الكوتش يبيا في غنى عن الكلام ده كله، وحيشوفوا الكلام ده في ان شاء الله في الماتش الجاي. ونيجيريا بس نيجيريا تيم كبير وتيم غارات، يا ريت لو اهتموا به يدوه احترامه حتى لو كعب. فريق كبير، خصوصا هو جريح يعني. ونحن محتاجين زي ما هو حيكون برضه جاي خاطف راسه انه محتاج للثلاثه نقاط والنقطه. دوافعه اكبر خصوصا هو خسران يعني. طيب نشوف يا كابتن مع بعض تصريح للمساعد مدرب المنتخب الوطني صلاح الفلج، نشوفه قال شنو. تحيه خاصه للقاعده الرياضيه الكبيره اللي بتتابعنا، ونحب نطمن الجميع بانه جميع افراد البعثه بخير. يمكن معلوم لدى الجميع انه نحن وصلنا قبل البطوله ب3 ايام، ادينا تدريبين رئيسيات وادينا تدريب ال 45 دقيقه، وبالامس ادينا اول مبارياتنا في البطوله. وزي ما الناس متابعه كنا نتمنى انه نحقق الانتصار في اول بدايه لنا، وقدر الله ما شاء فعل. ويمكن النتيجه زي ما متابعين تعادليه. ظهرت لنا بعض المشاكل في الفريق الفنيه والبدنيه والتكتيكيه، وان شاء الله نحن يمكن عندنا الفتره بتاعت اسبوع يعني انا افتكر كافيه في انه نحن نقدر يعني نعالج فيها اشكالات ظهرت لنا في المباراه السابقه. يمكن الليله اليوم اول تدريب من المباراه، وان شاء الله في مقبل الايام يعني يمكن الجهاز الفني قدر يقيف على كل الاشكاليات اللي ظهرت لنا في مباراه الامس، وان شاء الله نحن نعمل على معالجه كل الاخطاء اللي ظهرت لنا في المباراه زي ما ذكرت، وان شاء الله نظهر بصوره افضل في مباراه نيجيريا ان شاء الله. يمكن الفتره اللي يمكن سبقت المباراه الاولى يمكن ما خلت الجهاز الفني يعني يقدر يعني يدي كل ما عنده بالنسبه للمباراه، وكانت كافيه بالصوره المطلوبه. لكن الان انا افتكر في جاب كويس في فتره بتاع 7 ايام، انا افتكر بنقدر ان شاء الله نؤدي فيها تدريبات من خلالها نحن نقدر ان شاء الله نعالج الاشكالات اللي ظهرت لنا. ويمكن شاهدنا مباراه نيجيريا بالامس ضد السنغال، وبرضه وقفنا على قدرات نيجيريا، ويمكن ان شاء الله برضه دي واحده من الجوانب اللي برضه نحن حنشتغل عليها في التمارين الجايه ان شاء الله. يعني نعد الناس انه ربنا يوفقنا في المباراه الجايه ونقدم مستوى يرضي تطلعات وطموحات القاعده الرياضيه اللي انا بفتكر انهم بيقوا طواغين للنصر وطواغين للنتائج الايجابيه مع المنتخب. ونتاسف للنتيجه اللي انتهت عليها مباراه الامس، التعادل يمكن جاء في زمن قاتل لظروف ان شاء الله تتم معالجتها في الايام القادمه ان شاء الله. واضح تماما انه الجهاز الفني هو عارف طبعا كل حاجه، وواضح تماما انه هو حتى متحوط لمباراه نيجيريا. لكن خلينا نشوف المباراه لحد الزمن القاتل اللي هو هدف التعادل. المنتخب كان مسيطر على مجريات المباراه. تبديلات ابيها انا زار اشوف، يعني انت بوصفك انت يعني مدرب ولاعب كبير جدا، بعد خروج عبد الرؤوف بالتحديد نحن كنا شايفين عبد الرؤوف هو المسيطر على رتم المباراه، هو بيقدر يخرج بالكوره. بعد خروج عبد الرؤوف حصلت تفتكر انه حصل نزول في مستوى المنتخب يعني بعد ذاك بقت في صعوبه في الخروج بالكوره، يعني حسينا المنتخب في تشتت حصل بالنسبه للمنتخب بعد خروج عبد الرؤوف بالتحديد، ولا من الواضح تماما انه كان عبد الرؤوف خلاص يمكن اللياقه البدنيه زي ما انت ذكرتها كانت في ادنى مستويات؟ زي ما قلت لك انه الكوتش يعني ما شاء الله عليه زول شاطر جدا، وزول يعني اي زول انا متاكد اي مدرب عارف انه زول بيقرا الميدان صح. نحن قلت لك بس اتضررنا انه حقيقه والله يعني انه عمل دروب للياقه، فدي طبعا لازم ينتبهوا لها الماتش الجاي ان شاء الله، انه الناس كلها لعبت الشوط الاول بلياقتها كامله. فالشوط الثاني بجد حتى التغيير بتاع الكابتن عبد الرؤوف ده انا كنت متوقع يستمر ولا التغيير افضل انه يطلع، لانه لسبب واحد اللياقه يعني انا شفت انه نص الميدان اللي كان مسيطر على الكوره وبيطلع الكوره صح الشوط الاول كله، الشوط الثاني اول 5 دقائق اتقلبت الايه
ما شاء الله. يعني انا اكثر حاجه انا كنت متابع فيها انه الشوط الثاني بالذات كان حمل على الدفاع، لانه النص اتكشف. انت طلعت اعمده اساسيه لانه في لياقه بنصلحها بنرجع تاني، لكن لازم دي اهم يعني موقع في الميدان اللي هو النص. طالما فيه خلل انا لازم اطلعك برا عشان اقدر املى الخلل ده. رغم كده ما قدر يتملى، لكن يعني قلت لك انا اشاده خاصه بالدفاع انه جت الشوط الثاني لعبوا حتى لما جاء الهدف لحد اللحظه دي هم لاعبين مع بعض وشايلين حمل كبير يعني. واشاده بالكابتن فارس عبد الله للفتره الطويله، لانه انا شايف الفتره اللي فاتت دي كلها كان مادخ عندي لازم اتكلم عنه. صحيح. انه كانوا متابعينه بيقولوا انه قاعد فتره طويله ومصاب واصاباته كثيره. انا متاكد فارس عبد الله حيقدم اكثر طالما في مرور وانه جاري. ان شاء الله حنشوفه قدام اكثر ان شاء الله. انا عايز اشوف انت يعني تديه كم من 10 في المباراه دي؟ بالنسبه للاداء الفات اول ماتشات اللي فاتت حتى يعني مع نادي الهلال انا والله بديه 7 من 10 او 8 من 10. ايوه ده البوين انه رفع يعني ماشي كويس جدا. وان شاء الله دائما يعني زي ما هو شايل الشاره دي يحس انه بجد انه محتاج انه يمشي لقدام يعني ينفعنا. ثلاثي الهجوم كبه ومازن فضل واليافع الصغير اللي انت بتحبه اللي هو موسى كانتي. نعم. ادائهم كده الثلاثه، انا عايز واحد يعني نشوف رايك في ادائهم كان في المباراه كيف. ما اذا قلنا علي معلش لسه عامل الخبره شويه داير، لكن راسه ما شاء الله بيقبل ومتعلم. بتحس بين تحركاته ذاته يعني ده المدرب اللي بيقول له يتحرك في الحته الفلانيه. كان عنده مهام محدده؟ عنده مهام محدده بنفس اللي هي شنو؟ اللي هي انه الكور الساقطه دائما لعبد الرؤوف لو لاحظتها بيجي هو نازل عشان انه يدي فرصه لكانتي يمشي، او بيجي مثلا كانتي نازل عشان هو يطلع يفتح الميدان برا عشان يجي واحد من لعيبه الوسط يجي ماشي لقدام. طبعا دي اهم حاجه فيها التعامل بتاع اللاعبين والتفاهم داخل الميدان. دي حاجه انا مهما اتكلم عنها اللاعب جوا واللي بيتعامل معاه ده تفكيرهم هم. لكن يعني نرجع لكانتي زي ما قلت لك كانتي ده احبه جدا لانه في فتره وجيزه انت شبهته ليه بيلعب مانشستر؟ انا شبهته بدوكو دوكو بتاع السيتي، لانه مش شكلا ولا التسريحه لا لانه بيستلم الكوره وزول قصير ما شاء الله الغامه، يستلم الكوره بيخش في نص الدفاع يعني ما بيرجع لورا الا يكون المدرب يقول له يا اخي استلم عشان تسقط. طبعا يستحيل انه يسقط لانه اصلا قصير الغامه، فانا بحتاج له انه يستلم الكوره عشان يمشي. ناقصه شنو المفترض يكمل عليه او يشتغل عليه؟ والله يا اخي انا طبعا ما مهاجم، لكن حيلقى زول مدرب حيشوف له الناقص وحيكملوا له. انا ممكن اتكلم عنه مهما اتكلم ما حديه خانته او ما حديه مكانته، حيلقاه المدرب دي خانته وحيستفيد منه ان شاء الله. بس انا متفائل له انه حيمشي لقدام يعني. مازن فضل؟ مازن فضل والله يا اخي انا اتمنى له التوفيق والله يعني. ومازن فضل فتح طريق كبير للعيبه كتار موجودين في الدوريات السودانيه. يا ريت لو وزاره الشباب والرياضه والاتحاد انه تتابعهم لانهم محتاجين للمنتخب الوطني لاعب وطني زي مازن. وكثير انا متاكد فيه كثير جدا، ما عشان انا بس داخل الممتاز لا، عشان عندنا انديه كثيره انا متاكد موجوده. مباراه نيجيريا تفتكر نفس التشكيل نفس طريقه اللعب والاسلوب؟ والله بعد طبعا رايك انت بعيدا عن كواسي ابيض؟ رايي انا ببدا بنفس التشكيله، والتشكيله يا البدايه بقى الشوط الثاني اللي هو انا منها وجدت صعوبه. ليه؟ عشان ندي ثقه، حتى لو يعني خليت اثنين بطلع الثالث بجيب واحد جديد. دي كرة القدم كده، لكن انا محتاج اني ادخل جول مهما يكون. انا مباراة نيجيريا الشيء الوحيد الدايره لو نجري كلنا. تفتكر انه موسى كانتي لو لعب كراس حربة صريح وعلى يمينه مبارك ما بعيد على يساره اي لاعب اخر بيكون افضل؟ ما بعيد بيقدم. وبعدين في حاجه مهمه يعني انا هيشتغل على الكوتش، انا متاكد الكوتش ده بدي مساحات للاطراف عشان يدخلوا هدف، لكن هم ما مستغلين.
ريجا كامب المدرب الجديد بالنسبه للهلال، المدرسه الاوروبيه عادت مره ثانيه. قفلنا صفحه المنتخب. قفلنا صفحه المنتخب. المدرسه الاوروبيه عادت مره اخرى للهلال. طيب كلمه واحده قبل ما نعدي اتفضل. معلش يعني انا اسف. اتفضل يا كابتن. ده منتخب السودان بس يا اخي. يا سلام. يعني مهما تكون زعلان، مهما تكون اي حاجه، ديل ما داير يخش في موضوع سياسي، لكن الجيش انتصاره وانتصار منتخبي فرحتي انا كمواطن سوداني. يا سلام. بالتاكيد ده الوطن. هذا الوطن بس. ريجا كامب والعوده المدرسه الاوروبيه للهلال مره ثانيه، مدرب الروماني. عملوا له دراسه جدوى ومدرب روماني. انا بس يعني بقول له اصبر، لانه انت مهما تكون جاي بفكر، اللعيبه ما شاء الله بيقوا متمرسين ومتعلمين، واحتكاكهم في المنتخب حيودوا حته بعيده ما يحتاج ليها انه يلقاهم جاهزين وينفذ اللي عليه. بس اصبر، جمهور السودان ده بيصبر. فانا الحلقه اللي فاتت لو لاحظت اتكلمت قلت لك المدرب الوطني انا محتاج له في الدوري، وعندك قدامك وشهود مدرب كادر وطني. وجود خالد مع ريجي كامب مهم كان خالد بخيت حاليا والله يا اخي حاليا دي حاجه طبعا بعدها مجلس الاداره هو بيقعدوا مع بعض، هل انتوا بتتعاملوا ولا ما بتتعاملوا. لكن انا الحاجه الوحيده خالد بخيت حتى لو مشى مدرب ما درب الهلال، وجوده بينه وبين اللاعبين مهم. مش خالد، اي لاعب سابق لازم هو القريب للاعب. طيب قبل ما نختم معاك الفقره، ان احنا دائما يعني اتعودنا على في السنوات الماضيه بالنسبه لمجالس ادارات الانديه الكبيره وزاد هلال المريخ، المدرب يا اما بيتركوا له الحبل على القارب يعمل اللي عايزه، يا اما بيتدخلوا كمان في شانه الفني بشكل كبير جدا. تفتكر احنا محتاجين كمان طريقه جديده نتعامل بها بالذات مع المدرب ريجا كام او المدرب الحياتي للمريخ، انه ما نضع الحبل على القارب، نخليه هو على كيفه، يعني نحاسبه بالقطعه. يعني بعد المباريات نفترض مدير القطاع الرياضي ومدير الكوره من حقهم يتكلموا معه مثلا اذا في تدني في المستويات. السيتا يعني رجعتني كده للموضوع بس بانه المدرب بيكون عنده في اللعيبه ذاته، يعني لاعب بيلعب بطوله ولاعب بيلعب بطوله. يعني هسه في اوروبا يعني بتاع الاتحاد براو وكاس الملك براو صح موزعين. انا يا ريت بتمنى انه مجلس الاداره يشتغل مع المدرب ده على المباريات الافريقيه، على الكور البرة، على تجهيز لعبك للمنتاليتي البرة. الدوري الممتاز انا ما محتاج له، انا عندي خالد وعمار ملك ما شاء الله عليهم، واي اضافه ثاني بيجيهم وطنيه بيشتغلوا عليهم دوري ممتاز. اللاعب ذاته اريح له ومرتاح لما يمشي كاس السودان دوري السودان يلقى لاعب وطني. شكرا كابتن هيثم كمال، الله يسلمك. لاعب الهلال والمنتخب الوطني، كنت ضيف على سبورتينا. الله يسلمك يا اخي، وان شاء الله دائما يعني شنو منوريننا ونكون خفيفين الظل لاي زول يعني ان شاء الله يعني. شكرا جزيلا، مكملين مستمرين معكم المشاهدين الكرام في سبورتينا. مرحبا بكم مجددا المشاهدين الاكارم من زنجبار او زنزبار. اسعد جدا يكون معي عبر الزوم المدير الاداري للمنتخب الوطني ابو بكر الماحي. اهلا وسهلا ومرحبا بك ابو بكر. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك استاذ محمد، يعطيك الصحه والعافيه. كيف الحال؟ طمنا عليك وعلى البعثه المنتخب في زنزبار. الحمد لله البعثه بخير وكل افراد البعثه تمام، والامور ماشيه في تحسن كبير الحمد لله، والاجواء طيبه هنا في زنزبار. وكما تعلمون النتيجه الاولى انتهت بالتعادل. ان شاء الله تدريباتنا تمضي على غضب وساق استعدادا للمباراه الثانيه ان شاء الله يوم 12 سنه المقبل امام نيجيريا. الجماهير الكره السودانيه يعني كانت تمني النفس بالفوز على المنتخب الكونغو برازافيل، لكن يمكن التعادل في زمن قاتل كان غير مرضي لجماهير الكره السودانيه. وانت غير مرضي بالنسبه لك؟ نتيجه تعادل، الناس كانت عايزه الفوز يا ابو بكر. والله بكل تاكيد هذا جميل ان ترتفع سقف الطموحات وان يكون حتى التعادل غير مرضي، وهذا امر جيد. لكن الكل يعلم، يعني انا اعتقد انا اتابع تداعيات النتيجه، لم ارى هذا الغضب ولم ارى هذا عدم الرضا، بل على العكس
الجميع قد انتقد مثلا تاخر الاعداد، وهذا امر خارج عن ارادتنا نحن في المنتخب الوطني الاول. هذا امر يخضع يعني اراده الاتحاد السوداني وتنسيقه مع السلطات، والتاخر اشياء كثيره ادت لتاخير دوري النخبه، ولا يمكن ان تبدا اعداد لدوري المحليين في ظل استمرار الدوري المحلي في السودان. أنا أعتقد أن الجهاز الفني تعامل بواقعية كبيرة جدا في الاختيارات، وفي خوض المباراة، وحتى في اختيار التشكيل يعتمد على التجانس. والحمد لله يعني كان على مغرب من تحقيق الفوز أمام فريق يعني استعد بشكل كبير، وخاض معسكر طويل، ولعب مباريات إعدادية. ونحن لا نسوق مبررات، هذه كرة القدم يعني لا تخرج يعني حملت أوجه ثلاثة، إما فوز إما تعادل إما هزيمة. ولكن ان شاء الله بعد ان ياخذ المدرب هذه الفرصه في الاعداد جيد للمباراه القادمه، سيكون الاداء في تحسن ان شاء الله، ونامل ان تتحسن معه النتائج باذن الله. كنتم كبعثة للمنتخب جهاز فني وإداري راضين عن التحضيرات ما قبل بطولة المحليين، ولا كان بالإمكان أفضل مما كان؟ والله نحن المنتخب الوطني الاول بشكل عام يعني وجد اهتمام منقطع النظير من قياده الاتحاد ومن رئاسه الدوله. يعني توفرت كل السبل، ولكن الاعداد تحديدا مربوط كان بفتره زمنيه لم تتح للمنتخب الوطني. ليس لدينا غضب في ذلك، انما هي ظروف، يعني هي ظروف نتعامل معها، نحن مجبرون على ذلك، ليس هنالك خيار اخر. تعامل الجهاز الفني مع هذه الظروف، واتخذ من دوري النخبه نفسه اعداد لنهايات الشان. مباراة مهمة جدا للمنتخب، وهي المفصلية، وهتحدد مصير المنتخب في المجموعة في الاستمرار في بطولة المحليين، اللي هي مباراة نيجيريا يوم الثلاثاء القادم 12/8. تحضيراتكم بالنسبة للمباراة وحظوظ المنتخب في هذه المباراة؟ لا، أنا دعني أديك معلومة. التصنيف بالنسبة للمنتخبات في بطولة الشان هو تصنيف خاص بالبطولة، يعني يختلف عن التصنيف العادي. منتخب نيجيريا هو في التصنيف الرابع بالنسبة لهذه المجموعة، وعلى الرغم من كده احنا تابعنا مباراته مع السنغال، كان هو الأفضل، يعني رغم أنه خسر بهدف لكن كان أداؤه أفضل، وهو منتخب قوي جدا. يعني مع أن الدوري النيجيري لابد أن يقدم منتخب جيد. نحن أيضا لدينا تجربة مريرة مع المنتخب النيجيري في 2018، أقصانا من نصف النهائي وحرمنا من الوصول للنهائي الشان. الشكل التحضير بشكل عام بدأ أمس بتمرين استشفاء بعد المباراة الأولى، واليوم سيبدأ الجهاز الفني. أنا ما أعتقد سيكون رفع رتم العمل البدني بالنسبة للفريق، والفرصة يعني كافية. نحن نتميز بميزة أن المجموعة الرابعة فيها 4 منتخبات، والمجموعات الأخرى كلها تضم 5 منتخبات. هذا منحنا سانحة أن يكون هنالك فاصل أسبوع قبل مباراة نيجيريا، وفاصل أسبوع قبل مباراة السنغال. يعمل الجهاز الفني إن شاء الله على الاستفادة القصوى منها في التحضير الجيد للاعبين. موقف الإصابات في المنتخب، هل في إصابات غير محمد عبد الرحمن وعجب؟ أنا حاجيك طبعا للسؤال المهم يعني، لكن عايزين نشوف هل في إصابات تاني. موسى كانتي حالته يعني تسمح له بأنه يكمل مع الفريق في هذه البطولة، وبالتحديد مباراة نيجيريا؟ الإصابات أنا لدينا في المنتخب بحمد الله جهاز طبي متكامل يتكون من 4 أشخاص قدموا تقارير أول بأول يعني منذ وصول البعثة. محمد عبد الرحمن ورمضان هم الآن خارج القائمة. حل مكانهم ثنائي أهلي مدني خاطر عوض الله ومعاذ. إن شاء الله أؤكد لك أن الجهاز الطبي لم يعلن عن أي لاعب مصاب حاليا عدا محمد أحمد سعيد بن، وقد سيبدأ اليوم تمارين التأهيل والعودة التدريجية للعب مع الزملاء. موسى كانتي وأيضا قد يكون هناك لاعب آخر قد يشكون من آلام خفيفة، لكنها لم تمنع التدريبات واللعب الجماعي، ولم تمنع خوض المباريات. الكل يتحدث الآن الوسط الرياضي أو عشاق كرة القدم في السودان بيتكلموا عن اختيارات اللاعبين محمد عبد الرحمن وعجب، يعني لاعبين مصابين، وبالتحديد كده محمد عبد الرحمن يمكن انت زي ما ذكرت الان هم خارج الحسابات. فشنو المغزى او شنو الفلسفه من انهم يعني يتم اختيار لاعبين في كليه المنتخب وهم لم يشاركوا في النهايات بالنسبه لبطوله الشان؟ لا، التقارير التي وصلت في البداية أكدت أن محمد عبد الرحمن يحتاج إلى أسبوع
وحين بداية البطولة سيكون جاهز ومستعد. ورمضان عجب لم يشكو من إصابة ولم يكن هناك أي تغيير عن أنه مصاب، ولكن بعد خضوع الجميع للفحوصات والصور، وتأكد تماما أن الثنائي لن يكون بمقدوره المشاركة في هذه المرحلة، وتم إجراء استبدال الثنائي بثنائي آخر موضوع في قائمة الاحتياط التي اختارها الجهاز الفني. من المعلوم أن النهائيات يتم اختيار عدد من اللاعبين للقائمة الأساسية وعدد من اللاعبين للاحتياط في حال يتم استبدالهم قبل انطلاق المنافسة بواسطة التقارير الطبية. والحمد لله هذا الإجراء تم بسرعة وبسلاسة، ولا يوجد خلاف الثنائي لاعب حاليا يشكو من إصابة أو شك من إصابة كبيرة أو جاء في التقارير الطبية أنه غير مستعد لخوض البطولة. يا ريت يا ابو بكر تذكرنا مره اخرى باللاعبين الذين تم استدعائهم مؤخرا، يمكن زي ما انت ذكرتهم اللاعبين خاطر واللاعب الثاني، وعايزين نشوف هل هم وصلوا الى مغر البعثه. نعم وصلوا الى مغر البعثه، ويا ريت تذكرنا مره ثانيه. تم تجري اجراءات احضارهم، يعني مرتبطه بالفيزا والتذاكر وما الى ذلك، وكل هذه الامور يشرف عليها رئيس لجنه المنتخبات الوطنيه الاستاذ اسامه عبد المنان، ونحن في ترتيب وترقب ومتابعه معهم، سيصلون خلال ايام قليله ان شاء الله. اللاعبين هم منو وبيلعبوا لاي نادي في السودان؟ اللاعبين هم خاطر عوض الله ومعاذ البخاخ، بيلعبوا في الاهلي مدني، مهاجم وجناح. الاثنين حيكونوا موجودين في كليه المنتخب. يا ريت تكلمنا شويه عن فوز. هم موجودين فعليا الان في الغاية، موجودين. يا ريت تكلمنا عن فوز عبد الرؤوف بجائزه افضل لاعب في مباراه الكونغو برازافيل، يعني عايزين نشوف الاجواء بالنسبه للبحث رغم التعادل بهذه الجائزه اللي بيستحقها هذا اللاعب الكبير عبد الرؤوف. عبد الرؤوف لاعب سوبر، يعني لاعب عالي ولاعب صغر فني كبير جدا في ناديه وفي الهلال وفي المنتخب الوطني الاول، وهو يتألق في الآونة الأخيرة يعني في عدد من المباريات ونال الاستحسان والإشادة. الجائزة كانت محفز طبعا وأمر إيجابي بالنسبة للاعب، وتحدث عن ذلك هو أيضا في الندوة الصحفية، وأعرب عن سعادته امتنانه بهذا التقدير، وتمنى بذل المزيد وإسعاد الجمهور الرياضي في قادم المواجهات إن شاء الله. إذا المنتخب الوطني إن شاء الله صعد إلى المرحلة التالية من بطولة الناشئين، هل حيكون موجود في نفس المدينة وفي نفس الدولة، ولا حينتقل إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى؟ نحن المنتخب الوطني الأول وليس الناشئين، وحال المحليين عفوا منتخب المحليين. المحليين نعم. سيكون متواجد يتصدر، وإذا أحرز المركز الثاني سيسافر إلى يوغندا، وإذا كان في المركز الثالث أو الرابع سينتهي مشواره في البطولة لا غطرة. شكرا أبو بكر الماحل، المدير الإداري للمنتخب المحليين وليس منتخب الناشئين، كنت ضيف عبر الزوم من زنزبار. شكرا أستاذ محمد، تحية لك وتحية لكل الإعلام الرياضي ولكل الزملاء ولكل الميديا التي يعني ظلت تتناول الأمور بإيجابية، ونحن سعداء والله بمستوى الوعي الكبير في تناول النتيجة وفي ردود أفعالها. وقبل أن تخطب نحن عبرك يعني نشكر قيادة الدولة ونشكر رئاسة الاتحاد ورئاسة المنتخبات، ونؤكد أن الأجواء طيبة جدا داخل المعسكر، والأمور تمضي في تحسن كبير، وكل عمل إنساني معرض للنقص ومعرض للهنات ومعرض للعثرات، ولكن الترابط ولكن الانسجام والعزيمة هي المفتاح للعبور وتخطي كل كبوة إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. مكملين ومستمرين معك المشاهد الكريم في سبورتين. مرحبا بكم مجددا للمشاهدين الأكارم. الحلقة السابقة كان ضيف على سبورتينا اللاعب الكبير أكرم الهادي سليم، والحلقة كان فيها ردود أفعال كبيرة جدا، خصوصا تصريح الكابتن بأنه هو واحد من الحراس الأفضل على مستوى تاريخ الكرة السودانية. صراحة هو أكرم يعني في حديثه إذا اخترنا 3 من أفضل حراس على مستوى الكرة السودانية وتاريخ الكرة السودانية، هو حسب حديثه انه لا يمكن نتجاوز اكرم الهادي سليم. نشوف ردود الافعال وايضا
تصريحات الصحفيين حول هذا الأمر، ونستكمل معكم هذه الحلقة من برنامج سبورتين. في الحقيقة استمتعت جدا 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 بالحلقة اللي استضاف فيها زميلنا محمد معني الحارس أكرم الهادي، الحارس الدولي أكرم الهادي، عجبتني جدا طبعا ثقته في نفسه. لكن بس يعني حيرني لما قال أنا من أفضل 3 حراس في السودان على مر التاريخ، لأنه أنا بعتقد كده ظلم نفسه شوية، ظلم نفسه، لأنه هو مش من أفضل 3 حراس في السودان وبس، لا، في رأيي الشخصي هو من أفضل الحراس في العالم الإفريقي والعالم العربي على مر التاريخ. يعني أنا في اعتقادي لا يقل عن بادو الزاكي المغربي، ولا يقل عن الحضري، ولا يقل عن الكونو الكاميروني، ولا يقل عن ياسين بونو، ولا يقل عن حامد بريمة، ولا يقل عن سبي دودو. كل الحراس العمالقة اللي مروا على القارة أكرم ما كان أقل منهم في أي شيء، إن لم يكن يتفوق على بعضهم يعني بعدد من المميزات. يعني أكرم كان في حراس طبعا بتلقاه عنده ثغرات، يعني في إنه يجيد التعامل مع الكرات الأرضية ويضعف جدا في الكرات التصويبات العالية، وفي حراس بتلقاهم يجيدون التعامل مع التصويبات العالية ولكن بيضعفوا جدا في الكرات الأرضية، في التصويبات الأرضية. أكرم الهادي كان لا، أكرم الهادي كان يجيد التعامل مع كل التصويبات، إن كانت في الأرضية، إن كانت علوية، إن كانت في المقص، وهكذا، وحتى إن كانت من داخل الخط أو إن كانت من خارج الخط. أكرم الهادي كان عنده موهبة ما عادية. أكرم الهادي كان حارس موهوب. الوحيد اللي ما كان عارف الحقيقة دي هو لأنه أنا كنت طبعا ياما كتبت عنه مقالات ورشحت بأنه حيكون مفخرا من مفاخر الحراسة في العالم الإفريقي والعالم العربي، وحيكون مفخرا للشعب السوداني لو احترم موهبته وتشبع بالثقافة الاحترافية. بالنسبة لي موضوع الحراس الأفضل في السودان على حسب المشاهدات، في تقديري الشخصي إنه المعز محجوب هو الحارس الأول من بين الحراس، يعني الذين تابعتهم بشكل شخصي في الكرة السودانية خلال السنوات السابقة. معز محجوب حارس قدم الكثير للهلال تحديدا بشكل أكبر من خلال التعلق معه في الدوري المحلي، دوري أبطال أفريقيا، مسيرته أيضا مع المنتخب الوطني لكرة القدم. يمكن من أكثر الحراس الذين توجوا ببطولات محلية مع الهلال، 5 دوري ممتاز على التوالي. المعز محجوب قيمة فنية كبيرة في الكرة السودانية. أيضا بعد ذلك لعب لفترة قصيرة في صفوف المريخ، لكن طبعا بصمته الأكبر مع الهلال. الحارس الثاني في تقديري أكرم الهادي سليم، حارس أيضا صاحب موهبة كبيرة. ربما يعني أكرم يعني لم يمنح نفسه الاهتمام الكافي. أنا كان ممكن أقول أكرم لو قليل من يهتم بنفسه شوية، يعني كان ممكن يكون مؤهل للاحتراف الخارجي. المشاهدين الأكارم، وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج سبورتين. العديد من المواضيع في الشأن المحلي السوداني. التحايا للجهاز الفني والإداري بالنسبة للمنتخب الوطني، مباراة مهمة جدا أمام نيجيريا وهي مباراة مفصلية. نتمنى المنتخب أن يتجاوز هذا الفريق أو المنتخب الكبير منتخب نيجيريا. فوزنا على نيجيريا إن شاء الله حنصل إلى الأدوار المتقدمة في بطولة المحليين. حتى جديد اللقاء تقبلوا تحيات فريق العمل وتقبلوا تحياتي أنا دائما محمد معني. إلى اللقاء.